كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز يعيشون أجواء حزينة في المملكة. يا ترى إيش السر؟ ده اللي نتعرف عليه في هذا الفيديو. كشفت تقارير صحفية عن عدم تكيف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي مع الأجواء في المملكة حتى الآن، وده بسبب اختلاف الظروف والعادات في المملكة عن العادات الأوروبية والظروف بشكل كبير. كريستيانو رونالدو اللي انتقل للعيش في المملكة هو وعائلته بعد الانتقال لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، أشارت شبكة ABC الأمريكية إلى أن الحياة في السعودية لا علاقة لها بطريقة الحياة في أوروبا المعتاد عليها كريستيانو رونالدو. موقع جول أكد على أن الظروف المناخية المختلفة عن أوروبا بالإضافة إلى الروتين المهني في المملكة بإقامة تدريبات مساء عكس أوروبا اللي بتقام صباحا، أمور جعلت كريستيانو رونالدو لا يشعر بالسعادة لا هو ولا عائلته، رغم محاولتهم التأقلم مع الأجواء الجديدة ومحاولة التغلب على تلك العقبات حتى يتمكن من الاستمرار مع فريق النصر وتحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة. فهل سيستطيع كريستيانو رونالدو الاستمرار مع النصر السعودي والتكيف مع الأجواء في المملكة العربية السعودية؟ هذا ما ستكشفه لنا الأيام المقبلة.